الأهلي يؤدب اتحاد الكرة بالحل السحري وطلبات عاجلة للانضباط من النادي الأهلي والعطار وتسريب عقوب الكهرباء. بس بالله عليك قبل ما تبتدي الفيديو ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير ما نبدأ بيه الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله عليك ما تبخل عليها باللايك، بالله عليك يا أخي والله بتعب. وعايزين نشير الفيديو، نبتدي على طول نخش في اخبار النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب في بعض من الصحفيين اللي ما عندهمش ضمير طلعوا خبر ان كابتن محمود الخطيب مصاب بفيروس كورونا. ناس ما عندهاش ضمير، يعني بص حتى يعني حتى الفرقعه في المرض. كابتن محمود الخطيب هم قالوا ان عدم سفره مع النادي الاهلي لجنوب افريقيا انه كابتن محمود الخطيب مصاب بفيروس كورونا. الكلام ده كله طبعا عاري تمام من الصحه. كابتن محمود الخطيب كان مع الفرقه في ملعب مختار التتش قبل ما يسافر، قبل البعثه ما تسافر لجنوب افريقيا، وكان قاعد معاهم حوالي بتاع ساعتين، قاعد يحفزهم من المباراه والبطوله وكان قاعد معاهم عادي من غير اي اجراءات احترازيه، ولا كان في اي حاجه. عدم سفر كابتن محمود الخطيب هو قرار طبي من الطبيب المعالج للكابتن محمود الخطيب. وان شاء الله باذن الله في الايام القادمه باذن الله، الايام القليله دي، كابتن محمود الخطيب هيسافر لفرنسا من اجل فحوصات طبيه. فيا ريت يا جدعان، يعني مش في المرض، الاهلي عنده ماتش مهم. بص بيشتتوا النادي الاهلي في اي حاجه. كابتن محمود الخطيب عقوبه الكهرباء مش عارف ايه، لازم نكون في مهنيه شويه من الصحافه. كابتن محمود الخطيب ما راحش عشان خاطر الطبيب المعالج قال له يا كابتن ريح عشان خاطر معلش صحتك تعبانه شويه. امال في كورونا وما فيش كورونا؟ ما فيش الكلام ده. الراجل كان قاعد مع كابتن محمود الخطيب، كان قاعد مع اللاعبين، ما فيش اي حاجه مع النادي الاهلي، ولا في حاطط بقى كمامه ولا من بعيد ولا يرش كحول ولا الكلام ده. الدنيا عادي جدا وما كانش فيه اي حاجه. بخصوص اللعيبه المصابه للنادي الاهلي، السوليه وخالد عبد الفتاح واحمد عبادر خلاص جاهزين لمباراه سان داونز بكره ان شاء الله باذن الله، ويكون حلفنا الفوز، لان لازم على الاقل تقدير ما نتغلبش، نتعادل او نكسب، بس ان شاء الله باذن الله يكون حلفنا الفوز ونكسب 2-0 ان شاء الله باذن الله، نكسب 2-0. كابتن حسين الشحات شارك في جزء امبارح من التمرين، وان شاء الله باذن الله النهارده هيشارك في جزء اكبر من التمرين، وقرار مشاركته هيكون في ايد المدير الفني اللي هو الكابتن مارسيل كولر. حسين الشحات خلاص تعافى من الاصابه، شارك امبارح في جزء من التمرين، النهارده شارك في جزء اكبر، فقرار خلاص بقى قرار مشاركته وهو في يد الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارسيل كولر. كان في جلسه بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي بخصوص تسريب ايقاف كهربا. والهدف من تسريب الايقاف ده، وكنت في ماتش مهم، تشتيت اللاعب وعدم تركيز اللاعب، خصوصا اللاعب متالق في الفتره اللي فاتت دي. فخبر تسريب ايقاف محمود كهربا يعني راجل ما عندوش ضمير، وهنيجي للراجل ده ونتكلم عليه. الراجل ما عندوش ضمير. الاهلي عنده مباراه مهمه وحضرتك بتسرب الخبر ليه؟ تشتت اللاعب فيه طرد بينك وبينه. ايوه هنيجي عند الحته دي وهنتكلم عليها. فكابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع محمود عبد المنعم كهربا وقال له يا محمود ركز، يا كهربا ركز، مالكش دعوه بالحاجات اللي بتحصل، حتى لو في ايقاف، النادي الاهلي واقف في ظهرك، والاهلي هيدافع عنك، والاهلي مش هيسيبك حتى لو مباراه واحده، النادي الاهلي مش هيسيبك. فكان كابتن سيد عبد الحفيظ بيحفز كهربا، لان طبعا اكيد اللاعب متشتت، هقف 8 مباراه، طب هقف مش عارف كام مباراه، طب مش عارف ايه، طب الحكايه، طب الروايه. فكابتن سيد عبد الحفيظ قال لكهربا حتى لو في مباراه واحده الاهلي مش هيسيبك، وهيكون في طعن على اي عقوبه هتصدر من الاتحاد المصري او لجنه الانضباط. فكهربا ركز في الماتش، الاهلي محتاجك منهم لله اللي سربوا عقوبه كهربا قبل ماتش مهم اللي هو ماتش سان داونز. لو الزمالك والله ما يحصل، بس عالم ما عندهاش ضمير. انا عايز بس اسال سؤال، هنيجي راجل ما عندوش ضمير، هو اي خطاب لما بيخش اتحاد الكوره، واحده كده وركز معايا، ولو وصلت لحته تعمل لايك بالله عليك، اي خطاب بيخش لاتحاد الكوره لازم يعدي على مين؟ على وليد العطار. يعدي على مين؟ على وليد العطار، الراجل الزملكاوي، الراجل بص اللي كان هيموت
وعمل اتصالات هنا وهنا 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 عشان يأيد الثلاثي الزملكاوي، واحنا شفنا الفيديو. المستشار مرتضى منصور بيقول له اعمل حاجه بكرشك ده، بص يعني شتم عيانا بيانا الراجل الزملكاوي وليد العطار. وليد العطار اللي خبى جواب النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي والوداد عشان الاهلي ما ينظمش هنا. الجواب راح فين؟ الجواب اترمى في الدرج. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. العطار اللي اي حاجه سلبيه للنادي الاهلي بيسربها للاعلام. العطار اللي اي حاجه ايجابيه للنادي الاهلي بيرميها في الدرج، بيرميها في الدرج. على العكس، اي حاجه سلبيه لنادي الزمالك بيرميها في الدرج، اي حاجه ايجابيه لنادي الزمالك بيطلعها للاعلام. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد قاعد في منصب ما بيرعيش ربنا في منصبه، ما بيرعيش ربنا في منصبه. مين وليد العطار ده؟ مين وليد العطار ده؟ مش هو اللي كان مع الكابتن مجدي عبد الغني في لجنه شؤون اللاعبين ووثق عقد كهربا؟ ايوه. مش هو ده وليد العطار اللي وثق عقد كهربا في غير الفتره القانونيه؟ ايوه. مش هو ده وليد العطار اللي وثق عقد كهربا بعد 3 شهور من توقيع كهربا على العقد؟ ايوه. طب هو بيعمل كده ليه؟ طب هو وليد العطار ده بيعمل كده ليه؟ اكيد في سبب، اكيد في حاجه، اكيد في سبب. طب هو في طار بينه وبين كهربا؟ نعم، ايوه فيه. طب ايه هو الطار؟ مع كهربا والمحامي بتاعه قال لك ايه؟ قال لك احنا هنطعن بالتزوير على توثيق العقد. فبقى في خصومه، فعايز يمحي كهربا من قدامه. انت وصمه عار بالنسبه لي، انا كل ما بشوفك يا كهربا بشوف التزوير اللي انا عملته، بشوف الحاجات اللي انا عملتها. فلازم يمحي كهربا، واي حد ظلمه لازم يمحيه. عشان كده وليد العطار ده فساد في اتحاد الكوره، فساد في اتحاد الكوره، بيخدم نادي واحد. عمر جماهير النادي الاهلي ما هتنسى الخطاب اللي اترمى في الدرج وما طلعش بتاع نهائي افريقيا بتاع الملعب، ان النادي الاهلي نظم النهائي هنا. عمر جماهير الاهلي ما هتنسى. مين هو وليد العطار ده عشان يعمل ده كله؟ الحاكم بامره في اتحاد الكوره. كابتن بركات فين الاهلاوي؟ طب الكابتن حازم امام هنقول زملكاوي والموضوع جاي على هواه. طب الكابتن بركات فين الاهلاوي؟ لازم يكون في وقفه، لازم يكون في وقفه. ما ينفعش ان واحد بيخدم نادي واحد. انا قلت الاهلي المصري الزمالك المصري، مش الزمالك المصري والاهلي الزامبي او الاهلي التونسي، كله تحت رايه الاتحاد المصري. فلو يخدم كل الانديه المصريه، ما يخدمش نادي بعينه، ما يخدمش نادي. واحنا شفنا في الفيديو اللي كان مسربه المستشار مرتضى منصور وهو عمال يتصل ماسك تليفونات ومن هنا ومن هنا عشان يأيد الثلاثي بتوع الزمالك. حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. اتحاد الكوره خليك معايا كده، اتحاد الكوره مرعوب ومحدش في اتحاد الكوره يقدر يتكلم. بلاستر يقدر يتكلم. الاهلي في ايده عده خطوات اجرائيه اللي بيتم تجهيزها ليها دلوقتي. علشان ايه؟ عشان ده يكون رد فعل النادي الاهلي في حاله صدور اي عقوبه على كهربا، في حاله صدور اي عقوبه على محمود عبد المنعم كهربا، حتى لو مباراه واحده. وانا بقول لك من دلوقتي، انا بقول لك هو العبد الفقير لله، بقول لك من دلوقتي ان كهربا هيلبس مباراه او مباراتين، ماتش او ماتشين. كهربا هيلبس ماتش او ماتشين، وهيبقى تقريبا كمان، وافتكر الكلام ده، هيبقوا في رابطه الانديه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كده كاتحاد كوره رضيت الاهلي ورضيت الزمالك. رضيت الزمالك اللي انا هو عند الزمالك اهو اديت عقوبه كهربا ايه، انا كده حلو اهو. وفي نفس الوقت رضيت الاهلي ان دول ماتشين اونطه هيبقوا فين؟ في رابطه الانديه، وانت اهلي بتلعب بالناشئين في رابطه الانديه. مش محتاج البطوله دي، فهو الاتحاد الكوره بيلعب دلوقتي على الحته دي، بيلعب على الحته. انا بقول لك اهو ان كهربا هتوصل في الاخر يعني على معلش يعني على ماتش او ماتشين وهيبقوا في رابطه الانديه. لكن النادي الاهلي بياخد خطوات، بيبتدي دلوقتي يجهز اوراقه، بيجهز هو هيعمل ايه عشان في اي حاجه لو صدرت عقوبه كهرباء. لو بقول لك لو بساعه واحده النادي الاهلي هيطعن وياخد عده خطوات وفقا للائحه. الاهلي ما بيشتغلش بره اللائحه،
مش زي ناس تانية من ورا كده شمال، لا الاهلي يمين على طول وفقا للائحه. الاهلي هياخد خطوات وفقا للائحه. ومن ضمن الخطوات دي الجمعيه العموميه. من ضمن الخطوات دي الاهلي بيجهز ليها الجمعيه العموميه من اجل تعيين اللجن في اتحاد الكوره، من ضمنها لجنه الانضباط. اصل اللجن بقى ايه في اتحاد الكوره احب كده، انت فاهمني ازاي؟ انا بحب الكابتن فلان ولا الكابتن علان ولا الكابتن تبتان، فانا هجيب بقى عنده خبره ما عندوش خبره، لا انا هجيبه خلاص. طب يا عم ده ممكن يبوظ الدنيا مش مهم، بس انا بحبه ازاي يعني؟ ده ممكن يديله مصلحه من هنا ولا من هنا، انت بتتكلم فيها جدع. وانا اجيب واحد بقى يقول لي لا انا لا ما ينفعش، مش عايزين الكابتن نجيبه الكابتن حسام حسن ليه؟ عشان راجل دغري، واحنا ما بنحبش الدغري هيتعبنا. احنا عايزين واحد كده شبهنا، شبهنا كده، عشان ايه انت فاهم ازاي؟ اقول له انت هتاخد كذا ومن الناحيه الثانيه تاخد تديني بقى، عشان الدنيا تمشي. مصالح ومصالح بتتصالح يا باشا، المصالح بتتصالح. فالاهلي من الاجراءات اللي هياخدها النادي الاهلي من ضمن الاجراءات الجمعيه العموميه من اجل تعيين اللجن في اتحاد الكوره، من ضمنها لجنه الانضباط. بكره ان شاء الله باذن الله الاهلي عنده ماتش مهم جدا، صن داونز. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون حليف الفوز ان شاء الله، حتى مش هنقول التعادل، لا الاهلي ان شاء الله باذن الله هيكسب. بس انا خايف من الاجهاد ثم الاجهاد. الاجهاد انت هتلاعب فرقه عندها لياقه بدنيه عاليه جدا، بتلعب على الارض، واخده على الملعب، بتلعب الساعه 3 العصر، واخده على الموعد دوت. كابتن محمد شناوي في الاجتماع اللي هو بتاع قبل المباراه قال لك الفرق بتلعبنا في وقت احنا ما بنحبوش، ملاعب ما بنحبهاش. هم الساعه 3، معرفش الساعه 3 دي، هم لو لعبوا اي فرقه ثانيه يلعبوها الساعه 5 6 7 8، بس لا لازم الاهلي الظهر. وده دل على شيء بدون النادي الاهلي كبير وكبير قوي. بالله عليك اذا عجبك الفيديو ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.